عندما يكون خارج ايام الفيفا يعتبر جيد الى حد كبير. كرة من امام السهلاوي. مباريات ودية قبل هذا اللقاء. نعرف ان رابح ماجر مطالب بصناعة جيل جديد بالبساطة ركلة جزاء، وبالتالي الحذر يعني في مثل هذه الكرات وهذه الاخطاء. وهذا ان الهدوء نتكلم عن 36 يوم بس عن المونديال. اصابة اي لاعب لا شك بانه يكلف المنتخب. عن سلمان الفرج، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم يقدمون هذا الخماسي مثلثات منظمة وجميلة الآن. لكن الكرة عند بالخير يتقدم ويرسل كرة الله على باعتقادي أن مباراة الأخضر السعودي أمام المنتخب الروسي في افتتاح المونديال بطريقة ذكية عن طريق سالم مع هتان. سالم يتقدم الله على المرور لا قرار من اليمنى. لا زال العمل مستمر والكرة بينية، البحث مستمر وفرصة، ولكن التغطية حضرت من دفاع الجزائر وعن طريق فاروق شافعي. الكرة فيها خطأ. في المونديال يشاركون ب4 منتخبات. كل التوفيق للأخضر السعودي وللمنتخب المصري. كرة على طول إلى أقصى الجهة والأورجواي. تقدم الآن، فرصة للثاني، حطها هناك عند هتان، حطها في اليمين لسلمان. أوهو كانت ذكية وحلوة. القادمة ستكون أكثر قوة لأحد أبطال القارة الأوروبية في 2004. بورديم، كرة على طول، نزول لبورديم. ورقة سادسة بالنسبة لماجر. الجزائري القائمة العامة اللي تضمنت 35 لاعب، في النهاية عليه اختيار 23 لاعب فقط قبل المونديال كقائمة نهائية لكأس الخروج لسعيد المولد ونزول للبريك. المولد يغادر أرضية الملعب، قدم مباراة إلى الجهة اليسرى. ياسر الشهراني، ياسر يرسل كرة عالية، محاولة الوصول من الكويكبي، لكن الكرة في النهاية عادت عند. بينما هذه المشاركة الرابعة في هذه المنافسة، منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المهم أن الاتحاد سجل، والأهم أنه يضيف أهدافا أخرى. المهم أنه ركلات الجزاء الثلاثة كلها موجودة، كلها حاضرة وكلها شرعية. ما هذا يا دانيال، ما هذا أيها الغاني. رابع مفتاح، كرة لرفيق بودربال. أول استفاقة والحضور ليونغ أفريكانس بكرة طويلة بالراس. حذاري من الأخطاء وراسية المدرب حكم المباراة خطأ لفاروق شافعي. بودربال في المنتصف لمحمد بن خماسة. شوف كيف يعود لاعبو يونغ أفريكانس كلهم إلى الخلف ويترك أهداف الاتحاد. لويس مادالجي، كرة من الركنية، جول فاروق اختار من رأسية شافعي، فاروق شافعي. هذه عبد الحكيم سرار، كرة في فرصة في انطلاقة على الجهة اليمنى والعرضية بعيدة. دوما طموح المناصر، طموح المشجع بعد بداية المباراة يطمح في هدف، وبعد الهدف الأول يطمح في الثاني، وبعد الثاني في الوسط لسيد علي، والفرصة مستمرة ليونغ أفريكانس. ولكن إلى أين المفر؟ فوزيايا أمامكم وفاروق شافعي. نتابع هذه الكرة، هذه التسديدة بقبضة يدي محمد لامين زماموش في منذ بداية هذا الشوط الأول في ملعب 5 جويلية. اتحاد العاصمة هدفان، يونغ أفريكانس التنصاني لا شيء. كرة لربيع مفتاح، أي استلام يا ربيع، جول. لا القاب على فريق الاتحاد، بعض قلة الخبرة أحيانا وبعض الأمور التي كانت خارج لعبة كرة القدم. بن موسى تستمر لرفاق يوسف،
يبحث عن تمريرة في العمق، يعود وسط الميدان ليستعيد هذه اللمسة بهدوء إلى محمد بن يحيى. أحيانا أنت ما تكونش في يومك والفريق سهل وتضيع المباراة، وأحيانا الخصم لا تكون تعرف ويكون في جودة عالية وبالتالي يفاجئك. والتسديدة تأتي بعيدة تماما. للتذكير طبعا نهني أنصار وجمهور الاتحاد بنيلهم لقب أحسن جمهور في البطولة الجزائرية. خنشوش في الاستلام او الشافعي في الاستلام مع هلال السوداني، رجع مباشره للشافعي. كارل مجاني. الوفد التنزاني قال هل ستفوزون علينا ب8-0 هذه المره؟ تحتم الرقم القياسي. صعب الامر، تغطيه من الدفاع في اخر لحظه، عوده موفقه من الشافعي. متواصل بالنسبه للرسم التكتيكي عبد النور، وهو انه بالمثابه لما يلعب في اتحاد الجزائر على الرواق، فهو يريد مجال ان يجرب بالمسافه في الرواق. يحب الصراعات الثنائيه داخل المنطقه، ويحب مثل هذه الكرات. وماجر رفع يديه شكرا لله.